عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك وأحلى مشاهدين وأحلى متابعين قناة العيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وده أول فيديو لينا، وإن شاء الله يكون أحلى فيديو عشان المناسبة الحلوة دي. ومعاكم الحاجة سوريا. هنعمل النهارده محشي كرنب وورق عنب وبط. وانا معاكم من مطبخ العيله، معاكم هاجر. يا رب ان شاء الله اول فيديو لينا كده نبقى خفاف عليكم وتحبونا. ولو ليكم اي استفسارات او اي سؤال ممكن تبعتوا لنا تحت في الكومنتات واحنا هنرد عليكم على طول. النهارده ان شاء الله هنقدم محشي، وماما هي اللي هتعمله وانا هساعدها، وممكن اعمل لكم الملوخيه معاها ان شاء الله. ان شاء الله وهنرجع لكم تاني. دلوقتي هعمل البط. انا طبعا غسلتها بالدقيق والملح الاول كويس قوي لما نطفت، وبعدين رحت نقعاها في ميه وملح ومعلقه سكر وشويه دقيق وسبتها يجي ساعه، شويه خل وعصير ليمون، وسبتها كده يجي ساعه. ودلوقتي بقى بدعكها بشويه بصل وفلفل عشان ايه اشوحها اهي. بدعكها كويس قوي من بره ومن جوه. وبعدين ايه بروح ايه على النار واشوح. بسم الله الرحمن الرحيم. البطه اشوحها من ناحيتين، وبعدين ايه ابقى لما تاخد لون كده احط لها الميه بتاعتها. اهو دلوقتي احنا بنقلب البطه وبنشوحها شويه، وبعدين نحط لها الميه بتاعتها تاخد لون بس كده حبه، ونحط لها الميه. احنا بنحضرها دلوقتي عشان هنسلقها، بس بنديلها بس تسويحه كده على النار عشان بتديها طعم حلو جدا وهي في الشوربه كده. هنقلبها دلوقتي. الميه بتاعتها نحط لها ميه سخنه طبعا عشان تغلي على طول. طبعا لو احتاجت هزودها تاني، يعني اغطيها بالميه. نحط الحاجات بتاعتها، الحوايج بتاعتها. بس كده بقى ايه هنزودها ميه تاني. دي فراخ بقى نعملها في الصينيه في الفرن عشان اللي ما بياكلش بط. دي غسلتها صدر الفرخه ده، وحطيت عليه شويه فلفل بس. هحط بقى ميه بصل عليها، واحط عصير ليمون، واحط طبعا شويه فلفل اسود، وشويه كزبره ناشفه، وشويه ملح كده صغيرين، وشويه عصير طماطم. بس كده كفايه. ادعكهم بقى بايدي كده، يخش جوه الفتحات اللي انا عاملاها. دي تتبيله ايه سهله، ما فيهاش اي حاجه، اي حد يعملها. ايه بس.
وبنركنها بقى شويه وبعدين نحطها في الفرن، بنسيبها شويه تتبل شويه. دلوقتي بقى نعمل خلطه المحشي. حطيت الماده الدهنيه بقى، حطيت انا زبده على زيت، واحط بصل على فصين توم كده. انا بحب احط توم للمحشي، بيديله ريحه حلوه وطعم حلو. يا دوب بقى ندبل كده البصله شويه، ما بسيبهاش تحمر، بدبلها شويه بس. هتدبل شويه وبعدين ايه نحط لها الطماطم. ننزل على البصله بقى بشويه ادي البهارات، الفلفل وكمون وبابريكا وشويه كزبره ناشفه، وايه وبقلب في البصله عشان تدبل بس شويه. ممكن نحط الطماطم. وبنزل بمعلقه هريسه، بحطها برضو على البصل كده، معلقه كبيره تديله طعم حلو. لو ما عندكوش مفيش مشكله، ممكن تبدله بقرن فلفل اللي بيحب الشطه حراق يعني، او شويه فلفل شطه رومي، او شويه شطه بس كده. وبعدين ايه تدبل بس شويه. بعدين بننزل بعصير الطماطم. انا بحط شويه، ولو احتجت بروح حط تاني. بس كده. وفي الاخر بقى الخضره دي بتبقى في الاخر خالص، انا بتسبك بقى يعني تنشف بقى خالص، وبعدين نكمل. نحط بقى معلقه سكر عشان تعادل ايه الطماطم، عشان المزازه بتاعت الطماطم. حطينا عصير الطماطم وحطينا معلقه سكر عشان يعادل مزازه الطماطم. نسيبها بقى تتسبك شويه يعني تنشف كده حبه، وبعدين نرجع لكم تاني. سبكت معانا، هنحطها بقى على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. وده المحشي اللي احنا مجهزينه. بسم الله. اهم حاجه بقى في محشي اللي بيبقى ايه، بحب الصلصه كتيره اهو. ونحط الخضره. نحط برضو شويه نعناع ناشف بيدي ريحه حلوه. وهنظبط الملح بقى بتاعه ونشوف لو احتاج ملح هنحط له. هو كده ايه يعتبر خلاص بقى. متهيألي يا ماما أكلة المحشي الكرنب ده يعني لازم في المناسبات كلها، متهيألي صح؟ كل البيوت عاملاه. صح؟ كل البيوت عاملاه. أنا بحس كده بتنجان وفلفل ورق عنب، كله لازم يبقى فيه محشي. تحس ان البيت المصري يعني بيبقى فيه حب وود أيوة كده بالاكلات، أيوة. لما بالاكلات المصريه الاصيله زي المحشي والبط كده بقى خلاص حطيناه.
دوقي بقى انت الملح عشان ايه، انا صايمه، عشان نظبط يعني نظبط عايز تقولي ان الملح. انا مش بصوم في لا المناسبات يا بتصومي، ماما؟ بس النهارده بس انت مش صايمه. لا انا النهارده الخميس، انا بتقول انه خميس. ماشي يا ستي. بس دوقي الملح تمام. بتاعه، عشان لو عايز ملح نحط له شويه. ثواني يا جماعة. لا محتاج يا ماما يزيد شوية. محتاج شويه صغيرين، هاتي كده تمام. معلقه. طيب هاتي. كده يعني بس كفايه كده. تمام. بس نقلب بقى. والله الشكل خطير يا جماعة، انا بجد الريحه بدأت بقى اقول لكم اجوع. على الريحه. لا لا لا، انا بدأت اجوع خالص، مش الريحه قادرة. مش قادره اقول لكم قد ايه. لا وطبعا مولعين على ذكر البط الخطيرة. العسول ده اللي قاعد في الحله. ماما يا جماعة اما عاشقة يستوي للبط. بقى، اما يستوي هوريكم بقى اما يستوي وازاي ايه نحمره في الفرن. دي كده بقى الصلصه تبرد شويه، ونجهز وبعدين بقى الحله اللي هي. تمام يلا. بنحشي بقى كده، بنلف، نحط حبه رز صغيرين، بنلف الصباع كده ويبقى نضيف، معلهوش اي رزايه، ونحط كده ونوسع شويه عشان لما نيجي نسقيه الشوربه يستوي ان شاء الله. والكرنب ده معلش يا ماما وضحي بس كده. وضحي انت بتعملي ايه بس عشان الناس تبقى عارفه. بلف اهو، بحط شويه رز وبلف كده احط كده. يا جماعه شايفين الشكل خطير ازاي يا جماعه؟ انا جوعت والله العظيم. احلى محشي بتاكله من ماما يعني بجد. اهو الرز اهو سلام الصباع والله كده، العظيم. بنلف بالراحه كده كده على طول اهو. نحط كده جنب بعض. والكرنبايه دي انا كنت سلقاها من الاول ومفرزاها، يعني بحط ميه تغلي فيها شويه ميه، شويه ملح وشويه كمون، وبسلق الكرنب ما بسلقوش قوي، وبحطه تحت الحنفيه على ميه، يعني ميه ساقعه من الحنفيه، وبعدين بسيبه بقى، بروح شطفاه ولما يبرد اروح مقطعاه وحطاه في كيس في الفريزر. وقت ما عاوز بيبقى سهل عليا واطلعه واعمله على طول. اهو ادي كده. بصوا يا جماعه، هو من الافضل ان الواحد ما يراكمش عليه الحاجه، بالذات المحشي. الناس بتكسل اصلا يا ماما تعمله. ايوه ان بقى هم بيعملوا مره. يشتريه ويسلوه وبعدين يشيله بالظبط، وبعدين ما يحضر بياخدش وقت. الحاجه ويقعد يعمل براحته. انا مره يا جماعه قعدت اعمل محشي في 3 ايام. بنعمل صف بقى عكس واحد عكس التاني، بالظبط. ما يبقاش في ايه بالظبط، ايه واحد عكس التاني. عشان ما يفكش يا ماما، صح؟ لا عشان يستوي، يعني عشان يبقى حلو كده ويستوي. ندي فرصه للشوربه تدخل هنا وهنا اهو. بنوسع كده شويه ونحط بس. كده خلصنا محشي الكرنب، وهنبتدي بقى في ايه، في ورق العنب. والله العظيم ايه يعني محشي يعني على اصوله، يلا مصري على اصوله. بألف هنا وشفا. ربنا يخليكي. دلوقتي هنبتدي بقى في ورق العنب مع بعض. ماما حاطه ليمون وطماطم فرش و الحلة. قولي يا ماما كده انت. طيب حطيت بصل وطماطم وفصين توم عشان بيدي ريحه حلوه، وحلقات ليمون وورقتين من ورق العنب. انا متهيألي الليمون ده مهم جدا، هو بيدي المزازه والطعم الحلو. ماشي. وفي النص بنعصر ليمونه، يعني في نص ورق العنب كده بنروح عصرين ليمونه. تمام. العنب فردنا الورقه ونحط كده اهو، نجيب دي كده ونلفه كده، بنحط في الحله ونرص. هنجرب ورقه تاني برضو. شويه رز كده. منها كده نلف كده على طول. وريهم وريهم كده الشكل. تسلمي ايديكي يا ماما، جميله. نرص في الحله ده بقى غير الكرنب، يعني بنرصه جنب بعضه عادي، ما بنوسعش ولا حاجه. ماشي، تسلم ايديكي. نجرب واحده تاني. هتبقى ورقه قصيره مثلا، نحط ورقه على ورقه عادي كده يعني.
كده وبعدين بنلف كده. تسلم ايدك يا جميل، يا جميل يا جميل. خلاص هنكمل بقى رز وهنرجع لكم. بقى بنحط له حته زبده على الوش وشويه زيت برضه يخلوه مفرفر كده وجميل. كده على النار بس لما يتشرب شويه. تمام. المحشي كده هنحط له برضه حته زبده كده. تمام. حطينا الزبده، حطينا زبده عشان الليمونه بقى دي بتديله مزازه وطعمه جميل جدا، غير الحلقات اللي تحت يعني. جدا غير الحلقات اللي بتبقى من تحت بس. نغطي بقى عليه. البطه استوت خلاص، هندهنها بالزبده كده، ندعك الزبده فيها اهي كده. حط حته في الصلصه دي انا حاطه فيها شويه ملح وشويه فلفل، وهندهن بيها البط. خلاص حطينا صلصه عليها. صلصه، حاطه هنا في الصلصه شويه ملح وفلفل وحته زبده ودهناها زبده برضو، وندهن بقى ايه البطه كده عشان لونها يطلع جميل ان شاء الله. كده ونقلبها برضو على الناحيه التانيه. قطع الزبده اللي محطوط عليها دي بتديها طعم حلو قوي. وريحه حلوه. البطه ما شاء الله ريحتها جميله. كده خلاص بقى. كده خلاص نحطها بقى كده في الفرن خلاص. تمام. هنخش بقى على صدور الفراخ. الفراخ اتبلت طبعا من بدري كده عشان ايه هتستوي يبقى طعمها حلو. كل ما تقعد في التلاجة كذا ساعة يعني او من بالليل تبقى احلى. هنحط كذا قطعة زبدة عليها كده، بس هنحط بقى عليها حتة زبدة برضو كده هي كمان. بس كده خلاص بقى ندخلها الفرن وهي تمام. ورجعت لكم تاني معايا بقى. انا هعمل لكم الملوخيه. احلى ملوخيه من ايد جوجو بقى. ربنا يخليك يا ماما. عارفه هو انا حطيت شوربه والشوربه غليت، انا قلت ايه انجز بس عشان وقت الفيديو، وبقوم عاملاها بمضرب البيض. اهم حاجه لازم نفكها كويس. تمام كده. تمام. هفكها وارجع لكم كويس تمام عشان وقت الفيديو. انا دلوقتي حطيت الزبده على التومه. انا حطيت الزبده على التومه الاول وما حطيتش الكزبره. ليه؟ عشان الكزبره لما بتقعد كتير بحس ان هي بتغمق، وانا مش عايزاها تبقى غامقه عشان بتدي ريحه حلوه قوي لما بتبقى اهي. انا المفروض احط مرقه، معلش المفروض احط مرقه. المرقه بتديها ريحه وطعم حلو قوي، بس انا عاملاها بشوربه البط فهتغنيني عن المرقه. دلوقتي بزور يا تكاتو يا حركاتو، بجد خطيره. يا تكاتو يا حركاتو، تحفه تحفه يا جدعان. يا تكاتو يا حركاتو. بصوا يا جماعه العيال خلاص مش قادرين يتحملوا. تسلم جميل خالص والله. يعني تسلم ايدك يا ماما، تحفه جدا. الملوخيه ماما صبحي كبر ولا مش صبحي كبر؟ جميله جميله تحفه. يلا يا ياسين هنقول ايه؟
اعملوا شير وسبسكرايب للفيديو وفعلوا زرار الجرس عشان لو مفيش حد عارف يعمل الاكله دي اتفرجوا على الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تشجعونا كتير ونعمل لكم اكلات